الليل كان ساكت فوق القاهرة، بس الهدوء ده ما كانش طبيعي. كأنه في حاجة بتطبخ في الخفاء جوه مكتب صغير على كورنيش النيل. السيسي كان قاعد لوحده وبيقلب في ملفات مختومة بختم سري للغاية، وصوته الواطي بيكسر الصمت. العملية بدأت، بس المرة دي ما كانتش حرب ولا انقلاب، كانت بداية تحالف جديد محدش شافه جاي بين القاهرة وعمان. تحالف اتولد في وقت صعب، لما الأردن كانت محاصرة بالضغوط من كل ناحية، والدنيا كلها عاملة نفسها مش شايفة. بلد واحدة بس مدت إيدها من غير حساب، مصر. في نفس الليلة طيارات نقل عسكرية مصرية طلعت من القواعد في صمت، تشق السماء وهي شايلة صناديق رمادية من غير أي علامات. جوه الصناديق دي كان السر الكبير: أسلحة متطورة وتكنولوجيا صاروخية حديثة، بعضها صيني وبعضها مصري الصنع. كأن القاهرة بتقولها بصوت واحد: ما تقلقيش، إحنا معاكي. وبعد أيام في صحراء الأردن، الضباط المصريين كانوا واقفين جنب إخواتهم الأردنيين بيبنوا حوائط ردع صاروخية متصلة بسيناء، تمتد كأنها درع واحد يحمي المشرق كله. إسرائيل صحيت متأخرة لما اللعبة كانت خلاص خلصت. في تل أبيب الرادارات اشتغلت والاتصالات ولعت، وواشنطن بدأت تضغط. لكن الرد المصري كان بسيط وواضح: الأمن العربي مش مجال تفاوض، والأردن خط أحمر. الملك عبد الله الثاني اتصل بالرئيس المصري في مكالمة قصيرة جدا، بس معناها كان تقيل: أنقذتونا قبل ما الطوفان يوصل. التحالف ده موقفش عند السلاح، بقى فيه تعاون استخباراتي كبير، ملفات بتتراجع، تحركات بتترصد، وخلايا بتتفك. مصر كانت بتحمي الأردن من جوه، والأردن كانت بتستعيد أنفاسها. محدش في الإعلام اتكلم، لكن بين الكواليس كان بيتكتب فصل جديد في تاريخ المنطقة، مش حائط مبني من طوب وحديد، لكن من ثقة وشراكة ومصير واحد. وفي يوم هادي على الحدود الأردنية، جندي مصري شاب بص للشمس وهي بتطلع، وقال لزميله بابتسامة بسيطة: عارف، يمكن محدش يكتب الحكاية دي، بس التاريخ عمره ما بينسى.